الزمالك عايز ايه من الزمالك؟ يعني لعيبه الزمالك عايزه ايه من نادي الزمالك؟ دي حاجه. الحاجه التانيه، هو مين المدرب؟ يعني احنا ماتش النهارده الزمالك وفاركو ده خلاك تحس ان كره القدم فيها غرائب وعجائب كتيره جدا غير اللي بنشوفها. يعني لك ان تتخيل النهارده فريق داخل يلعب ومحدش في مصر كلها عارف مين المدرب. فيريرا اصله مستشار قاعد يدير كده، مستشار. واسامه نبيل هو اللي حط الخطه، هو اللي عمل محاضره اللي قبل الماتش مع اللعيبه، يبقى هو المدرب. لا لا، فيريرا رجعناه بقى هو المدرب. عك عك. يعني الزملكاوي اللي هيتصدم النهارده من الهزيمه دي، اتصدم من شكل الفرقه، لكن تتغلب عادي. هو مفيش حد عنده مشكله انك تتغلب، بس اتغلب بالمنظر ده. التلات جوان دخلوا في الزمالك، تلات جوان ما يدخلوش في الشارع. يعني الجون الاول حسام عبد المجيد، اوبا اوعى يلا بينا، الواد داخل جاب جون، يا نهار ازرق. الجون التاني الكرة عالية وخبط، ومحمود حمادة استلمها على صدره، يا ولد. الواد واقف يستلم على صدره، اوبا، ويديها لعمرو جمال، ولا في حد ضغط، ويحس الحياة زبادي في الخلاط. لعيبة الزمالك مش مشكلة، هيجي جون يجي جون عادي سهل. ايه ده؟ ايه ده؟ وعمرو جمال يستلم الكوره ويلف ويبص ويشوط، ده كله فين؟ على حدود 18 الزمالك، في وسط حوالي خمس ست لعيبه، ومفيش حد ولا في الدماغ، وتخش الجون التاني. الجون التالت، شفت لما المذيع يقول لك هجمه عنتريه؟ اهو الواد ده عنتري، اهو يقصد الواد ده. يعني كلمه هجمه عنتريه على الواد اللي جاب الجون التالت ده، سيف ده، الواد الافريقي ده. هو عنتري فعلا الواد. عمر جابر ماشي جنبه يحلق حلق حلق، وبعدين هوب خبط رجل اتنين وعدت. التاني دخل هوب، راحوا ضاربين سندوتش ببعض، واحد نام على الارض والتاني عطل ورا، والواد عدى من بين الاتنين. التالت دخل راح قاطم وسطه وشاط في عواد. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني هو الزمالك بحجمه يدخل فيه جوان بالطريقه دي؟ طب جه فيه تلات جوان، الخط الهجومي فين؟ فين الزوز؟ فين سيف المونديالي؟ فين الناشئين اللي عمال تقولوا لاعبوا الناشئين، لاعبوا سيف فاروق جعفر، لاعبوا ابن اسامه نبيه، لاعب ما لعبوا، مفيش حد نافع. والله يا جماعه الواحد ما عاد فاهم المشكله فين. هي المشكله في اللعيبه ولا في الاداره؟ اقول لكم على حاجه، هي مشكله عامه. اقول لك على حاجه تانية، في لعيبه بتلعب في الزمالك اصلا تحس ان هي اصلا جايه كده، اللي هو ايه، هو تيشيرت الزمالك هيخلينا ان احنا لعيبه كويسه باين، طب ما تيجي نجرب زي دونجا ده. يعني ايه يا دونجا؟ ايه يا حبيبي؟ انا اول مره في حياتي اشوف واحد بيشمر الشورت. يعني دونجا طول ما هو بيلعب، انت يمكن انا ما اعرفش ايه الموضوع ده، يمكن هو صلاح محسن تقريبا، انا ما اعرفش ايه تشميره الشورت دي. دونجا طول ما هو في الملعب واقف، هو مشغول بانه يشمر الشورت، يفضل يرفعه كده لغايه لما يجيبه لغايه الحاجات. طب ايه يا دونجا؟ ايه يا حبيب قلبي؟ مهتم انت انك تورينا عضلات السمانه بتاعتك بتورينا ايه؟ ما تلعب كوره يا عم. عمها هيعوض طارق حامد ومش عارف ايه، خط نص الزمالك النهارده مفيش، والسيسي. انت يا باشا تروح تشتغل في القصر الاتحاديه، انت كسيسي، انت سيسي، انت اللي يجيبك هنا؟ انت بتاع كوره وتقعد تتمرمط في الملعب يا عيني، مش شغلانتك يا حبيبي. انت تروح بشعرك ده ونضاره كده حفظ نظر ولابتوب، وتقعد في الاتحاديه مع الناس هناك وتدير وتبقى راجل عبقري بقى جينيوس، لكن الكوره انت مش بتاعتك دي. دونجا مشمر لي الشورت وعمال يجري رايح جاي شمال يمين، وسيف الجزيره عمال تحس ان هو عايز يقول للناس ان انا بس اللي في النادي، وزيزو في حته، وايه اللي بيحصل؟ وعواد ده يلا الكره اتشاط علينا جول، طب نجرب كده نعمل تراي، ما جاتش. في عواد ما الجول التاني اصلا ما يخشش يعني. مفيش حد في الفرقه تقدر تقول ان هو راجل محترم في نفسه الا عبد شافي. صرف نظر على الاداء، الراجل ده هو المحترم في الفرقه دي. اتنين بعد قاعدين بره، فيريرا قاعد ماسك كل شويه كده يقعد يعمل بتاع كده، وقاعد والبردان يا عيني وعمال هيدخل تحت الكرسي من البرد، ولا فارق معاه الماتش، تحس انه قاعد يتفرج على الماتش تاني، او تحس ان هو مستشار فني بجد للزمالك جاي يقيم الناس دي. ماشي كويس، ده مشوه، هاتوا لنا واحد تاني. هو مستشار، هو تحس كلمه انت المستشار دي عجبته، فعايز يبقى مستشار زي مرتضى منصور بقى، وينافسه ويقعد ينظر. ما تعمل حاجه يا عم في ام الليله السوداء اللي بتحصل في الملعب دي. واسامه نبيه واقف على الخط، الراجل يعني ابنه مش نافع في الملعب، هيعمل ايه؟ اذا كان ابنه نفسه مش نافع مين هينفع؟ اقسم بالله عزبه، اقسم بالله يا ماشيه على الحب. يعني جمهور الزمالك عليا الحلال من ديني، انا ما اعرفش اقول يعني. جمهور الزمالك، انت اقول لكم على حاجه، انتوا فككم من الموضوع ده، يعني اعتزلوا شويه، ريحوا نفسكم، ما تشجعوش كوره دلوقتي ولا اي، سيبوها تضرب تقلب، ما حدش فاهم حاجه. اصل اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا. يعني اللعيبه في الملعب مش فاهمه حاجه، والاداره بره مش فاهمه حاجه، ولا الجمهور فاهم مين بيدرب ولا مين مشي ومين قاعد. الراجل يمشي النهارده، ثاني يوم نجيبوه اصل هو صعب علينا وقعد يعيط وقال مش عارف اطلع بره الزمالك، فهاتوه مستشار. لا خلاص، اسامه نبيه قال له معلش تعالى خليك مدير فني، فنجيبه يقعد على الخط. مين بيدرب الزمالك؟ احنا عايزين مين بيدرب الزمالك؟ مين المدرب؟ مين مدرب الزمالك دلوقتي؟ محدش عارف يرد. اقسم بالله، على الله، هي ماشيه كده على الله ان شاء الله، محدش فاهم حاجه. طب يعني احترموا نفسكم كلعيبه انتوا بقى، يعني الدنيا خربانه بره، اداره وجهاز فني والحنبلايز بايظ، انتوا احترموا نفسكم. يعني انتوا كلعيبه اتقوا الله في الجنيه اللي بتاخدوه من النادي ده، اتقوا الله في الجمهور اللي كل ماتش يروح يشجع ويطلع عينه في المدرجات يعني.
حللوا اللقمه اللي والقرش اللي بتاخدوه من النادي، ولا كانك بتقول اي حاجه. اقسم بالله لعيبه ونادي حرام في التشجيع من الاخر. واللعيبه دي المفروض تتضرب بالنار، ما يحصلهاش اي حاجه تانية غير انها تتضرب بالنار كده وتبطل تلعب كوره. كبيرهم النجم اللي فيهم يلعب في انبي او غزل السويس. زيزو انت يا حبيب قلب تروح تلعب في، كان بيلعب فين لما الزمالك في مقدونيا باين ولا ما اعرفش، في قبرص. روح يا حبيبي قبرص بنات وبتاع وتدلع هناك. والباقيين كلهم بقى كل واحد شوف له عرض بقى في المقاولين العرب، في فاركو النهارده. ده فاركو مش هيرضى ياخدكم بمستواكم ده اساسا. يعني حاجه تسد النفس. وانت يا عم دونجا شمر الشورت كويس ورينا عضلاتك، شمر شمر عليها الحلال من دين ما انت نافع. يا عم يلا سلام عليكم.